الخطأ التحكيمي اليوم اللي حدثت في مباراة منتخبنا اليمني مع المنتخب التايلندي والله خطأ لا يغتفر. شاهدوا المقطع ونعلق بعدين إن شاء الله. المنتخب اليمني على كثير من أوقات المباراة وأجزاء الملعب هدف برأيي الشخصي وبرأيي يمكن كل من تابع أنه هدف شرعي سليم لم يحتسب للمنتخب اليمني. حرم لاعبو اليمن طبعا من فرحة التقدم على الأقل والعودة لغرف الملابس بهدف يعطيهم أفضلية على الأقل أو ترجمة السيطرة إلى صدارة المجموعة. أعتقد أنه قدم شوط جدا ممتاز بالنسبة للمنتخب اليمني من ناحية هذا الهدف يعني نشوفه. نعم. ونأكد أيضا على ما قلناه. نعم هو هدف شرعي وهدف صحيح وتحرك، واللاعب كان حريص انه ما يطيح في التسلل. لو تلاحظ يتابع اللاعب قبل التمريره، واضح انه اثنين وليس واحد، اثنين مغطين اللعب، لكن الحكم هو اللي واقف غلط. يعني المشكله في الحكم وليس في اللاعبين. لكن جمله جدا ممتازه، تحرك بدون كره، تأني من لاعب حامل الكره، يعرف هدف شرعي غريب، هدف شرعي. وهذا من الظلم ان انت موضوع الفار تخليه بس في الفئات او عفوا في الادوار الحاسمه الاقصائيه. طيب هذه في اخر مباراه لهم صداره مجموعه، يعني لو نقول ان منتخب اليمن يحتاج الفوز 1-0 وانت حرمته وطلع من البطوله. صحيح. يعني هنا خساره كبيره على فريق كامل، وخسائر من معسكرات من اعداد، وهذا بسبب ان الاتحاد الاسيوي لا ما يبي نظامه مختلف. يعني خلاص. شاهدتم المقطع؟ طبعا الهدف صحيح 100%. فالحكم أسلب الفرحة من وجوه اللاعبين ومن وجوه اليمني. أسأل الله أن يسلب الفرحة من حياتك، وأسأل الله أن يجعل حياتك كلها جحيم. الشيء الثاني، اللاعبين ما قصروا، بيض الله وجههم، أدوا ما عليهم زيادة، ولكن كان هناك أخطاء تحكيمية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشل يد هذا الحكم الذي يعني ما أدري هو واقف مع المنتخب التايلندي أو ما أدري إيش وضعه، أو قد تكون مبيوعة وزي كذا. منتخبنا اليمني باقي أمامكم الكثير. إن شاء الله أمل الشعب اليمني كلها متعلقة فيكم. نتأمل إن شاء الله في المباراة الجاية نشاهد المفاجآت، وبإذن الله الكأس يماني.